السلام عليكم متابعينا الكرام. بعد التساقطات المطرية الأخيرة أصبحت الموارد المائية الإجمالية المتوفرة بسدود المغرب تناهز 6 ملايير و583 مليون متر مكعب بنسبة ملء تبلغ 39.2%، وذلك إلى غاية يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025. في هذا الفيديو سنقدم لكم نسب الملء إضافة إلى الكميات المخزنة بأكبر 20 سدا في المغرب، موزعة على مختلف جهات المملكة وفق ترتيب يبدأ من الأصغر إلى الأكبر. لكن قبل ذلك لا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. سد قدوس الذي تبلغ حقينته 224 مليون متر مكعب على وادي جير بإقليم الراشدية بالحوض المائي جيرزيز جريس، بلغت نسبة الملء به 36%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 81.4 مليون متر مكعب. أما سد مولاي الحسن الأول أو تشويرت كما هو معروف عند الجميع، الذي تبلغ حقينته 236 مليون متر مكعب، الواقع في إقليم آزلال بالحوض المائي لأم الربيع، بلغت نسبة الملء به 20%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 48.2 مليون متر مكعب. أما سد أقدز الذي تبلغ سعته 244 مليون متر مكعب، الواقع بإقليم زاغور على وادي درعا بالحوض المائي درعا ودنون، بلغت نسبة الملء به 28%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 70.8 مليون متر مكعب. سد السلطان مولاي علي الشريف الذي تبلغ حقينته حوالي 280 مليون متر مكعب، يقع بإقليم ورزازات على وادي درعا وينتمي إلى الحوض المائي لدرعا ودنون، بلغت نسبة الملء به 16%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 45.3 مليون متر مكعب. سد أسفال الذي تبلغ حقينته 281 مليون متر مكعب، يقع شمال مدينة فاس بإقليم تونات مرنيسة على وادي أسفل، وينتمي إلى الحوض المائي لسابو، بلغت نسبة الملء به 36%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 103.1 مليون متر مكعب. سد يوسف بن تاشفين الذي تبلغ حقينته 298 مليون متر مكعب على وادي ماسة ضمن نفوذ الحوض المائي لسوس ماسة، ويقع بإقليم تزنيت، بلغت نسبة الملء به 16%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 48.9 مليون متر مكعب. سد التاسع من أبريل 1947 الذي تبلغ حقينته 299 مليون متر مكعب، يقع ضمن الحوض المائي اللقوس جنوب مدينة طنجة على أحد روافد المنطقة الرطبة بجبال الريف، بلغت نسبة الملء به 21%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 65.1 مليون متر مكعب. سد الحسن الداخل الذي تبلغ حقينته 312 مليون متر مكعب، يقع قرب مدينة الراشدية على وادي زيز، وينتمي إلى الحوض المائي جيرزيز جريس بجهة درعا تافلالت، بلغت نسبة الملء به 69%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 218.8 مليون متر مكعب. سد الحسن الثاني الذي تبلغ حقينته 392 مليون متر مكعب، يقع قرب مدينة ميدلت بمنطقة الأطلس المتوسط على وادي ملوية، وينتمي إلى الحوض المائي لملوية، بلغت نسبة الملء به 15%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 61.4 مليون متر مكعب. أما سد المنصور الذهبي الذي تبلغ حقينته 445 مليون متر مكعب، يقع قرب مدينة ورزازات على وادي درعا، وينتمي إلى الحوض المائي درعا ودنون،
بلغت نسبة الملء به 37%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 165.6 مليون متر مكعب. أما سد دار خروف الذي تبلغ حقينته 480 مليون متر مكعب، يقع بإقليم العرائش على وادي المخازن، وينتمي إلى الحوض المائي اللوكوس. بلغت نسبة الملء به 20%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 97.5 مليون متر مكعب. سد ولجة السلطان الذي تبلغ حقينته 510 مليون متر مكعب، يقع بإقليم الخميسات على وادي بهت، وينتمي إلى الحوض المائي لسبو. لا تتوفر معطيات حديثة لهذا السد لكونه من المشاريع المائية الجديدة. المعطيات المتوفرة تعود لشهر مارس 2025، حيث كانت نسبة ملئه حوالي 21.17%، بحجم مياه مخزنة يقدر ب 107.97 مليون متر مكعب. أما سد أحمد الحنصالي الذي تبلغ حقينته 668 مليون متر مكعب، يقع قرب زاوية الشيخ بإقليم بني ملال على نهر أم الربيع، وينتمي إلى الحوض المائي لأم الربيع. بلغت نسبة الملء به 27%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 180.5 مليون متر مكعب. أما سد وادي المخازن الذي تبلغ حقينته 672 مليون متر مكعب، يقع قرب مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش على وادي اللوكوس، وينتمي إلى الحوض المائي اللوكوس. بلغت نسبة الملء به 90%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 611.6 مليون متر مكعب. أما سد مداز الذي تبلغ حقينته 700 مليون متر مكعب، يقع بجماعة تازوطا بإقليم صفرو، شيد على وادي سابو، وينتمي إلى الحوض المائي لسابو. لا تتوفر حاليا معطيات متاحة لهذا السد لكونه من المشاريع المائية الجديدة. المعطيات المتوفرة تعود لمنتصف عام 2025، حيث كانت نسبة الملء به 10%، يعني أن الكمية المخزنة آنذاك حوالي 70 مليون متر مكعب. أما سد سيدي محمد بن عبد الله الذي تبلغ حقينته 975 مليون متر مكعب، يقع بمنطقة أم عزة قرب الرباط على وادي أبي رقراق، وينتمي إلى الحوض المائي لأبي رقراق. بلغت نسبة الملء به 94%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 916.5 مليون متر مكعب. أما سد إدريس الأول الذي تبلغ حقينته 1,129 مليون متر مكعب، يقع بإقليم تونات على نهر إينون، أحد روافد وادي سابو، وينتمي إلى الحوض المائي لسابو. بلغت نسبة الملء به 39%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 447.7 مليون متر مكعب. أما سد بن الويدان الذي تبلغ حقينته 1,215 مليون متر مكعب، يقع بإقليم آزلال على وادي أحنصال، وينتمي إلى الحوض المائي لأم الربيع. بلغت نسبة الملء به 16%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 204.5 مليون متر مكعب. أما سد المسيرة الذي تبلغ حقينته 2,656 مليون متر مكعب، يقع بإقليم سطات على وادي أم الربيع، وينتمي إلى الحوض المائي لأم الربيع. بلغت نسبة الملء به 5%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 138.6 مليون متر مكعب. سد الوحدة الذي تبلغ حقينته 3,522 مليون متر مكعب، يقع بين إقليمي تونات ووزان على وادي ورغة، وينتمي إلى الحوض المائي لسابو، ويعد أكبر سد بالمغرب. بلغت نسبة الملء به 50%، فيما بلغت الكمية المخزنة إلى حدود الآن حوالي 1,785.6 مليون متر مكعب. أصدقائي،
أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، كما أطلب منكم مشاركتنا آراءكم في التعليقات حول هذا الموضوع، ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات.